بتعرف تشتغل تحت ضغط؟ لا. هو ايه اصلا ده؟ مفيش حاجة اسمها تعرف تشتغل تحت ضغط، لانه ده معناه انه في اصلا مشكلة. ازاي بقى يعني؟ ما هو معنى ان انت بتقولي انه في ضغط، ده معناه ان في مشكلة في الادارة. ممكن يكونوا حاطين بلان غلط، ممكن يكون عدد الاستاف قليل، ممكن يكونوا حاطين تاسك او مهمات بيطلبوها اصعب من امكانيات الاستاف اللي عندهم. وبالتالي مفيش حاجة اسمها ضغط. اشتغل تحت ضغط. وهو ليه اصلا اشتغل تحت ضغط؟ ما هو لو احنا الاستاف اللي موجود عنده خبرة كافية، والبلان اللي محطوطة محطوطة بشكل موضوعي وحاجة ينفع انها تتحقق، يبقى مفيش حاجة اسمها ان انا اشتغل تحت ضغط يعني. لانه كمان في مشكلة كبيرة الناس مش واخدة بالها منها، انه فاكر ان الموظف هيبقى شاطر لما يشتغل تحت ضغط. بالعكس، انت عشان تقيم الموظف تقيمه في الظروف العادية يعني، مش في ظروف الضغط يعني. لانه زي ما قلت، الضغط ده مسؤولية ادارة او مسؤولية صاحب الشغل. وطبيعي ان يجي اوقات يكون فيها ضغط شغل عادي ومنطقي، لكن مش طول السنة يعني. طب ازاي؟ انا دلوقتي راجل عندي مطعم، فجي في رمضان ساعة الفطار طبيعي يبقى فيه ضغط شغل، وطبيعي برضو ان انا امن ده بان انا اجيب ستاف زيادة، بان انا اظبط السيستم والنظام بتاع تنفيذ الاوردرات والوقت بتاعه يعني. لكن مش طول السنة هيكون عندي ضغط شغل، كده يبقى في مشكلة في إدارة المطعم نفسه يعني. فأنت بتعرف تشتغل تحت ضغط؟ لا، ما بعرفش أشتغل تحت ضغط.